السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بشكل الرحمن النهارده يا جماعة جايبه لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. قبل ما نبدأ هنصلي على النبي. النهارده بقى الفيديو بتاعنا جايبه لكم بقى بيتكلم عن إيه؟ مزاجه إيه؟ نسمي الله كده ونبدأ. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم الناس مواليد الثمانينات، هل سنة 1980 اتعملت عملة ولا ما اتعملتش؟ لا طبعا، معقول سنة 80 كده تعدي كده من غير أي عملة؟ طبعا لا، ما ينفعش، لازم يبقى في ذكر كده مواليد الثمانينات. تعالوا نشوف العملة أيام الثمانينات، تعالوا نشوف العملة اللي أصدرت سنة 80. تعالوا مع بعض كده أول عملة هنقدمها. ادي العملة اللي انتجت سنة 1980 مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سنة 1980 هجرية سنة 1400 5 قروش. دي أول عملة صدرت سنة 1980. تعالوا بقى نشوف الوش بتاعها. تعالوا بقى نشوف الوش بتاعها مكتوب بقى عليها ده واحدة كده مع بعض. أول حاجة مرسوم فيها يد ماسكة السبلة، دي 5 قروش مكتوب عليها ثورة التصحيح. ثورة التصحيح ماشي، يوم 15 مايو سنة 1971. تم إنتاج سنة 1980 بعد الثورة ب9 سنين. أنتج ال5 قروش مكتوب عليها في الجنب بقى ثورة التصحيح. في الجنب مكتوب عليها ثورة التصحيح 15 مايو 1971. ما تعملش بس فيها ال5 قروش، لا تتعمل كمان فيها ال20 قرش. يبقى سنة 80 اتعمل فيها ال5 قروش وال20 قرش. ده وش ال20 قرش وعليها من فوق جمهورية مصر العربية. ده الوش بتاعها. هنبص على الظهر بقى بتاعها مرسوم عليها النسر، مكتوب عليها من تحت جمهورية مصر العربية.